حنا دخلنا المباراة شوية قبل المباراة كنقولوا راه حنا غادي نفوزوا على المولودية الوجدية. بالعكس، المولودية الوجدية ظهر بواحد وجه مغاير على المقابلة اللي كانوا عندهم مع البطولة كانوا عليهم ضغط انهم يهبطوا للدرجة الثانية. عكس هذه المباراة كانوا لاعبين بأريحية هما، وكان حنا بحال ولا علينا الضغط لان هما ما عندهم ما يخسروا، وحنايا كيف قلتي حامل اللقب امام الجماهير ديالنا كان علينا شويه الضغط. سيرتو كيف قلتي غادي نتوجوا بعد المباراه على البطوله. حنا كان الهدف ديالنا هو اننا اليوم ما خصناش نخرجوا خاسرين باش نحتفلوا في كيف كيقولوا على الراحه ديالنا، ونحتفلوا مع الجماهير ديالنا اللي جات اللي دعمتنا وجاوا بكثره. اول كلمه شكر لهم اللي ديما هما السند ديالنا. الحمد لله تأتى ذلك. رجعنا كيف كيقولوا في الريمونتادا، كنا منهزمين بواحد الصفر من بعد 2-1 ورجعوا في السكور 3-2. الحمد لله بقينا مآمنين كونسونطرين، رغم انه بعض المرات كان علينا شويه الضغط، كنحاولوا نخرجوا في الاربيط، ولكن من تكلمنا بعضياتنا قلنا نديوها في الكره ديالنا ونلعبوا الكره ديالنا وغادي يجيب الله التيسير، حيت كاين دي سباس، كاين هفوات، كل ما الخصم كيتراكم للوراء والا كيكون عليه الضغط وكيقدر يدير اخطاء فرديه. داك الشيء اللي تاتى لينا. الحمد لله هنيئا لهذه المجموعه. بطبيعه الحال كيف قلت ونعاود نقول، هادو ولاد الناس كيف كتشوف هذا تيسير من عند الله، كنكونوا خاسرين وكنربحوا. الحمد لله هذه السنه هذه ما عندنا حتى شي هزيمه. نتمنى من الله اننا نبقاو ماشيين في هذا المشوار هذا. هو السؤال ديالي، لانه الرجاء بدون هزيمه منذ بدايه الموسم، كنرجع كاع يعني حتى يعني تقريبا منذ البطوله العربيه. شنو الامور اللي خلات الرجاء يضرب هذا الوجه المشرف هذا الموسم؟ يعني ارقام استثنائيه، ارقام قياسيه على مستوى هداف الدوري هو اكيد يسري بوزوغ. الرجاء بدون هزيمه، الوصول للمباراه النهائيه، الفوز بدرع الدوري. انت كعميد شنو الحوايج اللي كانت هذا الموسم عند الرجاء خلته يتالق بهذا الشكل؟ اول شيء احنا ما كناش كنفكروا في الهزيمه باش ما نطيحوش فيها، كنا كنفكروا اننا نفكروا في مباراه ملي كتفوز بها كتدفعك باش تفوز في المباراه الاخرى. هذا اول شيء مهم في الكره. ثاني شيء هو التضامن بين اللعابه بيناتنا، روح المجموعه. كتعطيك واحد القوه ديال الفريق، واحد الشخصيه كتبان في الملعب. الحمد لله هذا الشيء حنايا بعدنا كنا بحال الخوت. كان يعني فاش كندخلوا للمباراه كنقولوا واحد يقطع على الاخر، وواحد اللي ضيع على الاخر يحاول يسترجع على الاخر، ما يديهاش في الاشياء اللي خارج نطاق كره القدم. الحمد لله كيف شتي هذا الشيء تيسير من عند الله. كيف قلت هذا وليدات الناس كان عندهم الرغبه، بحكم ان السنه الفارطه كيف شتي واخا اننا ما في البطوله ما كناش بيان كلاسي. الحمد لله هذه السنه هذه غيرنا الكثير في المجموعه. استغلينا يعني كيف قلت لك القوه ديالنا في الملعب. الحمد لله تاتى ذلك. دابا مازال لا كوب، ضيعنا السنه اللي فاتت النهائي. هاد السنه خصنا نركزوا بكثير على هذا النهائي ان شاء الله، لما لا الدوبلي ان شاء الله هذه السنه. لقاء نعم، لقاء كلاسيكو مع الجيش الملكي. الحال كنحترموا الخصم عنده حتى هو انه حظوظ ديالو باش يفوز، وحنا كذلك عندنا حظوظ. هذا نهائي، واللي غالب اللي كان مزيان وحاضر نتمناو له التوفيق.